الخلفيه فيها الشخصيه نفسها ازاي تمت، يعني هي بالشكل ده تحس ان فيها عمق، والكاميرا مفترض بتدخل وترجع لو في عناصر اثناء الفيديو يعني مثلا بتظهر خلف الشخصيه وقدام الشخصيه، حاجات زي كده. فيلا بينا نتكلم على طول على الخلفيه. بالنسبه للخلفيه امرها بسيط جدا جدا، هي عباره عن 2 لير في الفوتوشوب، طبعا بيتحفظوا بالشكل ده هنا، لكن في الافتر افكت بفعل لهم 3 دي وبعملها بقى عمق وبنشوفها مع بعض دلوقتي. ودي ايه اللي هي الظهريه ورا. طب الخلفيه دي ازاي اتعملت؟ دي عادي جدا، ممكن من خلال جوجل نكتب مثلا ايه فلور تكستشر مثلا، لحاجات زي كده كتير جدا بتاخدها وايه بتظبطها، يعني امر مش صعب يعني. وكذلك الخلفيه لونها ازرق دي بلو باك جراوند وبتظبطهم يعني. خلينا نحفظه بصيغه فوتوشوب ونسميه بي جي. تعال نروح بقى نعمله ادخال في الافتر افكت ونظبط شويه حاجات مع بعض. طيب احنا بنبدا مباشره المشروع بتاعنا، بنعمل نيو كومبوزيشن رئيسي هشتغل على الاثنين دول، مش عايز دي خالص تمام، اللي هي ايه اللير كانت في الفوتوشوب، اللي هي اللير دي مش محتاجينها خلاص، محتاج الاثنين دول فقط. بنزلهم كده. ان الفيديو ده مختلف عن الفيديوهات الموشن جرافيك العاديه، بيكون عندنا مشاهد ورا بعضها، في ده هيكون كله شغالينه هنا لان احنا معانا الشخصيه ثابته طوال الفيديو، فبالتالي الشخصيه هننزلها بعد شويه يعني تبقى موجوده معانا مع الايه مع الخلفيه هنا. فاحنا كده ايه نسقنا الدنيا. خلينا في الدرس الجاي بقى نعمل ادخال للشخصيه ونشوف ازاي هنفعل ال3 دي للحاجات دي، بحيث نعمل العمق الارضيه لتحت والجدار والشخصيه تبقى مظبوطه، وننزل كاميرا. فنكمل الدرس الجاي والسلام عليكم.